ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى يا حبايبي، هنعمل مع بعض النهارده الايس كريم بطريقه سهله وسريعه خالص خالص. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا معايا النهارده 4 نكهات من الايس كريم بتاع دريم ده، حلو قوي يا جماعه الصراحه. انا معايا منه بالشوكولاته وكمان بالفراوله وبالمانجا والفانيليا. بصراحه حلوه قوي، مش اول مره اجربه، طعمه تحفه جدا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، الباكت الواحد من الايس كريم ده زي ما انا بقول لكم دلوقتي بياخد كوبايه الا ربع من اللبن المثلج او الميه المثلجه. يعني ايه؟ يعني تكوني مدخله كوبايه الا ربع من الميه او من اللبن الفريزر كده، تخلوهم يسقعوا جدا 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 وتشتغلي بيها. خلاص، الباكت الواحد بياخد كوبايه الا ربع من الميه المتلجه او اللبن المثلج. خلاص يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده انا بحط هنا ايه اهوت اول كوبايه من اللبن. انا بصراحه يا جماعه بحب اعمله باللبن جدا، بيديله طبعا قيمه غذائيه اعلى، والطعم كمان بيبقى اجمل بكتير جدا من انك تعمليه بالميه. ولكن طبعا حابه مثلا تاكليه اخف شويه، حابه تاكليه تحطي له يعني ميه وانت بتعمليه، مفيش مشكله. ولكن انا الصراحه بحب اعمله باللبن، بيبقى طعمه اجمل. خلاص، انا كده حطيت كوبايه الا ربع من اللبن. تمام، الساقع زي ما انا قلت لكم طلعاه من الفريزر، وبحط عليه الباكت وبضربه دلوقتي بقى ايه في الخلاط. هتقولوا ايه ده في الخلاط؟ اقول لكم الخلاط بيبقى حلو جدا جدا. ولكن هنضرب ايه الخلاط ازاي؟ هنضرب شويه ونوقف، شويه ونوقف. هو ده يا جماعه الايس كريم في الخلاط، لازم تعملي كل شويه كده وتوقفي، تضربي شويه وتوقفي، شويه وتوقفي. ده اللي بيخليه يديله القوام الحلو بتاعه. انما ما تخلوش الخلاط يشتغل عليه مره واحده على طول، لا احنا عايزين نضرب شويه ونوقف. خلاص، اقعدي اضربي في الكيس كده، في الباكت ده لمده مثلا ايه بتاع دقيقتين كده ولا حاجه، عشان يديكي القوام بتاعه. انما بقى طبعا لو انت عندك المضرب الكهربائي اعملي طبعا في المضرب الكهربائي برضه هيبقى جميل جدا. ولكن المضرب الكهربائي الحقيقه احنا بوظنا لماما. خلاص، انا بوريكم هنا القوام بتاعه يا جماعه مش خفيف، علشان اللي بيخاف يعمله في الخلاط لا والله اعملوه حلو جدا. بس اهم حاجة تمشي على المقادير مظبوطة جدا، اهم حاجة السوائل ما تكترهاش. كوباية الا ربع من المية المسقعة او اللبن الساقع زي ما انا قلت لكم، يعني بتعادل بالظبط كده 200 ملي، 200 ملي من اللبن الساقع او المية الساقعة على الباكت الواحد. خلاص، من الايس كريم. بس انا بقى حطيته في العلبة دي، لازم احطه في علبة واسعة عشان وانا بطلع بقى الايس كريم بعد ما يجمد كده يطلع معايا بسهولة. هتشوفوا دلوقتي انا دلوقتي كنت بعمل ايه الباكت التاني. ده الباكت ده بعمل هنا بطعم المانجا، طعمها الصراحة يا جماعة حلو جدا. النكهات دي انا مجربوها قبل كده كلها من دريم، الصراحة تحفة جدا في الايس كريم. اللي حابب يجربها جربوها، حلوة جدا ومش بتحتاجي بقى لا سكر بودر ولا لبن بودرة ولا اي حاجة، المكونات كلها موجودة في العلبة في الباكت الصراحة. فبتوفر علينا حاجات كتير، بدل ما اعمل ايس كريم ولسه اجيب لبن بودر، ولسه اجيب مسحوق الايس كريم من عند العطار، ولسه اجيب سكر بودر. لا، فالكيس بقى فيه الصراحه كل حاجه، فبيوفر عليا حاجات كتير. انتوا شايفين هنا القوام بتاع المانجا تحفه جدا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كنت بعمل نكهه كده وادخلها الفريزر على طول. زي ما انتوا شايفين كده كنت بعمل كل واحد وايه وادخله الفريزر. انتوا تسيبوه بقى ايه في الفريزر براحته لحد ما يمسك تماما خالص. طبعا الجو اللي احنا فيه ده يا جماعه صعب قوي الصراحه. زي انتوا شايفين هنا القوام بتاعه، بقول لكم هنا القوام بتاعه جميل جدا، وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو ده قوام الايس كريم عموما. خلاص، دخليه بقى الفريزر لحد ايه ما يمسك معاكي. عايزه اقول لكم يا حبايبي قلبي، انتوا عارفين ان احنا بنمر يعني بجو حر بشكل بشع الصراحه. الحر صعب قوي. انا عايزه اقول لكم الايس كريم ده النور قطع عليه هو في الفريزر بتاع 3 مرات. بجد ما تستغربوش. يعني الحمد لله اساسا هو وصل معايا للقوام ده في الاخر. هو صراحه عاوز درجه يعني تبريد عاليه جدا عشان يتنيه متماسك. طبعا لان ده ايس كريم بيسيح من اقل حاجه، وبعدين احنا الدنيا حر، إذا كان البني ادم بيسيح ده احنا بنسيح يعني ونطلع يعني بنعرق كده من اقل حاجه، ما بالكم بقى الايس كريم. انت بتطلعيه يا دوبك كده من الفريزر، مفيش يعني 5 دقايق وبتلاقيه ساح. فبصراحه يعني الحمد لله إنه وصل معايا للقوام ده هو في الفريزر اساسا. يعني وطبعا تسيبيه تماسك كويس جدا او في الفريزر قبل ما تحطيه في البولات بتاعتك بتاعت التقديم. خلاص،
انا هنا كنت بعمل زي ما بوريكم كده واحد واحد وبدخله ايه الفريزر. حابه تعمليه زي ما انا قلت لك باللبن بالميه قصدي، اعمليه بالميه. خلاص بتبقى برضو طعمه حلو برضو، مفيش كل حاجه، لان اساسا الايس كريم بتاع دريم ده اساسا البودر نفسه طعمه حلو مسكر كده، السكر بتاعه حلو جدا جدا جدا، ما بتحتاجيش تحطي له اساسا سكر. كل حاجه المكونات بتاعته كلها جاهزه، مش بتخليكي فعلا تحتاجي لاي حاجه. فالحقيقه بجيبه كده جاهز يعني، وبريح دماغي من اني اقعد اعمله في البيت. زي ما انتوا شايفين كده، زي ما قلت لكم ايه، تشغل عليه الخلاط شويه وافصل. انتوا شايفين كده ايدي شويه وافصل، ده اللي هيديله القوام بتاعه المظبوط. اما بقى لو انت بتستخدمي مضرب كهربائي، تشغلي على الايه، على الباكت كده لمده 3 دقايق لحد ما يتجانس، وتخلي الخليط بتاعته زي ما انتوا شايفين، كده، وتدخليه الفريزر يقعد براحته جدا في الفريزر. خلاص انتوا عارفين الجو في مصر صعب جدا والنور بيقطع كتير جدا. فالحمد لله اساسا ان احنا وصلنا للقوام ده في الاخر. شايفين بقى الجمال ده تماسك، يعني انا سيبته يتماسك على قد ما اقدر الحقيقه. تسيبيه بقى 3 ساعات او 4 ساعات براحتك خالص. انا كنت هنا طلعته هنا بقى من الفريزر، كان ماسك، شايفين شكله جميل ازاي. لازم نحطه زي ما قلت لكم كده في حاجه واسعه، عشان ايه وانت بتطلعي بالمعلقه بتاعه الايس كريم دي تعرفي تطلعي. إيه لازم تبقى عايزه حاجه واسعه كده وكبيره عشان تعرفي ايه, إيه تيجي تاخدي يعني من الايس كريم وتحطي في البولات بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده، انا معايا هنا صوص فراوله، اللي حابه تحط صوص فراوله او اي صوص او شوكولاته مبشوره على الايس كريم، مفيش مشكله، حطي براحتك. ولكن في الاخر انا ما حطيتش يعني، قلت مش لازم، لانه اساسا انا عامله ايس كريم بالفراوله، فما اهتمتش الصراحه ان انا احط. ولكن بديك الفكره، انت حابه تحطي اي صوص انت عاوزاه في حياتك، او حباه او حابه طعمه عموما، حطيه مفيش مشكله. خلاص انتوا شايفين كده، انا حطيت هنا الشوكولاته، واحط هنا بقى الايه اللي هنا طعم الفانيليا، ده طعمه تحفه برضو. الشوكولاته والفانيليا يا جماعه من اجمل النكهات فعلا في الدريم، في الايس كريم بتاع الدريم حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص حابه اي نكهات تانية بقى براحتك، بس انا بحب النكهات دي بتبقى حلوه قوي. او متهيألي مفيش نكهات تانية غير دي، متهيألي في دريم، مش عارفه، بس النكهات دي بصراحه دي اللي لقيتها وقتها كانت حلوه قوي. خلاص دي بقى المانجا، طعمها حلو برضو قوي يا جماعة. طبعا انتوا عارفين اللبن مغذي جدا، حتى مثلا اللي عندها اطفال عايز اكلهم برضو حاجة حلوة تناسب الحر ده، وفي نفس الوقت مغذية، تعمل ايس كريم تعمله باللبن حلو قوي. خلاص اعملي بقى في البولات دي ودخليه الفريزر. الحمد لله وصل معانا المرحلة دي. كده الفيديو خلص يا حلوين، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة والكومنت الجميل بتاعكم. ان شاء الله، مع السلامة.